ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا وصفة تحفة النهاردة، وتغيير بقى من الاكل شوية للي زهقان من الاكل يعمل الوصفة ديت. عملنا ايه؟ اصابع جميلة كده، سبرينج رولز تحفة، وقدمنا جنبها كاتشب ومايونيز. خلاص بقى المغرب جدا، كل سنة وانتم طيبين. هناخد واحدة تحفة كده ونحطها ايه في الصوص وندوقها. شايفين الجمال؟ هدوقها بقى واقول لكم ايه رأيي. جميلة جدا جدا، تحفة، جربوها. معايا المقادير، معايا لفة جلاش هنا، ومعايا بصل مفروم ولحمة مفرومة، ومعايا فلفل اخضر قطع، معايا جبنة موتزاريلا، توابل لحمة معايا معلقة، ومعايا ملح، والسمنة ديت اللي حمر فيها الجلاش. يلا بينا نبدأ. جبت طاسة عشان هنشوح اللحمة. هنعمل العصاج دلوقتي، ونحط معلقتين زيت كده، ونسيبهم لما يسخنوا. واول ما سخنوا هننزل كده بسم الله عليهم بالبصل المفروم. هشوحه شويه، انا مش هحمرها، انا هدبلها بس لحد ما لونها يبقى شفاف. خلاص بعد ما البصله بتاعتي دبلت كده وخدت لون شفاف، هو لون اصفر هادي خالص جميل، هحط اللحمه المفرومه واقلبها. احط التوابل. انا مش حاطه اي توابل خالص غير ملح وتوابل اللحمه بس. تقدري انت بقى تزودي التوابل اللي انت حباها او عايزاها. وبعد ما اللحمه بتاعتي لونها غير كده، هحط الفلفل. تقدري تحطي فلفل الوان، بس انا هنا المتوفر عندي الفلفل الاخضر فاستخدمته، بيدي طعم جميل جدا. هشوحها شويه كده واسيبها لحد ما اللحمه تستوي، وبعدين اشتغل بالحشو. مش هحط حاجه تانية عليها، هي كده خلاص. خلاص الحشوه بتاعتي كده استوت، هطفي عليها. مش هستخدمها خالص في الجلاش وهي سخنه كده، عشان ما تقطعش الجلاش بتاعي ويبوظ. هستنى اما تبرد خالص وبعدين نشتغل بيها سوا. معايا الحشوه اهيت خلاص بردت، ومعايا الجلاش بتاعي. بصي بقى، الجلاش ما تفتحوش الا لو انت هتشتغلي فيه، عشان سيبيه يفك، وبعدين اشتغلي بيه يكون طري وحلو. اما لو فتحتيه هينشف منك، يا اما تجيبي فوطه وتلفيه بيه يفضل طري. انت شفتي انا ما فتحتوش الا لما هشتغل بيه. بصوا انا هستخدم ورقتين مش ورقه واحده، عشان ما تتقطعش معايا وتبقى حلوه تستحمل الحشوه. وهنبتدي كده بسم الله نحط الحشوه بتاعتنا. تقدري تستخدمي بدل الحشوه اللحمه المفرومه فراخ متشوحه، صدور فراخ. تقدري تعمليها بالسوسيس براحتك، الحشوه معاكي ودلعيها زي ما انت عايزه. ونعمل هنا كده بقى. انا احط جبنه موتزاريلا، تقدري تستغني عنها وتحطي حشوه اللحمه المفرومه بس. تقدري تحطي جبن براحتك، بس كفايه كده. هنعمل بقى بعد ما حطينا الحشوه الجميله بتاعتنا؟ نتني كده. تقدري تعمليها صوابع رفيعه، مليانه شويه براحتك، ونلف كده. وزي ما قلتلك استخدمي الحشوه وهي بارده خالص كده، عشان ما تفكش معاكي. واحسن حاجه انك تستخدمي ورقتين، عشان لو ورقه اتقطعت او حاجه التانية بتشيلها. عملناه كده.
قومي جايه هنا كده بقى، بصي سكينه حاميه بقى عشان ايه تساعد معاكي، يعني بلاش سكينه بارده، وتعمليها ايه صوابع زي ما انت عايزه. يعني شايفه جميله ازاي؟ عشان الوقت بقى هكمل الباقي كله واوريهولك في الاخر. خلاص خلصت السبرينج رولز بتاعي، وهنروح دلوقتي بقى على البوتاجاز عشان ايه نجهزه. جبت طاسه وحطيتها على البوتاجاز عشان هنحمره دلوقتي. نحط كده ايه معلقتين سمنه وهنسيبهم ايه يسخنوا. وبعد ما الزيت بتاعنا سخن هننزل كده ايه بالجلاش الجميل. ونحطه عشان ايه يستوي. انا مش هامله الطاسه، لا هسيب مسافه عشان يتحمر كويس واعرف اقلبه. بس كفايه كده. وما بدأ ياخد لون ذهبي جميل هنقلبه على اليمه التانية، الناحيه التانية كده. شايفين سهل وجميل ازاي اهو. وما تخافيش ما فكش مننا، مع اننا ما حطيناش له لا دقيق ولا نشا عشان نقفله ولا حاجه. اول ما بينزل بصي بيقفل على طول. انا مهديه ان انا على فكره عليه عشان ما يتحرقش، عشان اشوحه كويس. وبعد ما ياخد لون ذهبي تاني هطلعه في الطبق بقى، يبقى خد من جهتين لونه جميل. اتحمر معايا وخد لون ذهبي جميل، هطلعه. شكله حلو قوي وريحته كمان جميله. وما بيبرد شويه كده الجبنه اللي فيه بتمط. شايفه الجمال؟ خلاص هكمل الباقي بقى واوريهولك في الاخر. بصي عايزه اوريكي والجبنه سايحه بقى وبتمط وجميله. الله على الجمال. وهي بصي جبنه سايحه وحلوه ازاي. نعمل واحده كمان بس هي عشان لسه سخنه قوي، انا عايزه اوريها لك. الجبنه بتمط فيها وحلوه قوي، والحشوه كمان جميله جوه جدا. هكمل الباقي بقى وارجع اوريهم لك كلهم. خلاص خلصت السبرينج رولز بتاعي جميل جدا وشكله حلو قوي بصراحة يفتح النفس. ومقدمة جنبه كمان كاتشب ومايونيز عملناهم مع بعض قبل كده. الصوصات ديت هنزلهم لكم في صندوق الوصف عشان تعملوهم. يلا جربي بقى وقولي لي ايه رأيك.